عملوها الشياطين، ما هم شياطين عملوها خلاص بنسبة 95%. حط دوري ابطال افريقيا على الشاحن. احنا عملنا اللي علينا. الاهلي خلاص في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. مش الاهلي بس، ده خلاص القرار هيبقى رسمي خلال ساعات. 4 دول في افريقيا هيزيد لها فريق: مصر وتونس والمغرب وجنوب افريقيا. وزي ما قلت لك من يومين نفس الكلام ده، ليه ما يزيدش عدد الفرق في الدول دي بس، بما انها اكتر دول عندها فرق قويه وتقدر الفرق بتاعتها تضيف للبطوله، يبقى نزود بس فرقه من كل بلد من البلاد دي. القرار يزعلنا احنا كزملكاويه؟ لا يزعلني ليه؟ انا ما يزعلنيش في حاجه. انا هخاف من ايه؟ انا لو عايز اخد دوري ابطال افريقيا الاهلي مشارك مش مشارك، لو وجهه النظر من ناحيه ان انا قلقان من الاهلي، لا، فانا مش قلقان من الاهلي. الاهلي يجي احلى، يعني احلى قبله احلى مقابله، ولما اخد البطوله من الاهلي هيبقى لها طعم تاني. فلو الاهلي يجي انا ما عنديش مشكله، بس المشكله هنا عند الزملكاويه وعندنا، ان اشمعنى لما الاهلي اتزنق الزنقه دي الاتحاد المصري طلع وهنا بريده والكلام والاتحاد الافريقي ونعمل ونسوي؟ طب ما احنا بقالنا سنتين ثلاثه مزنوقين في الكونفدراليه، بقالنا سنتين ثلاثه بنقول الافكار دي وبنقول الكلام ده ومحدش بيسمع، كانوا بيتريقوا علينا، واول ما هم حصل لهم الدروب جريوا على طول طبقوا القرار. طب ما احنا مش ممانعين، وممكن انا النهارده في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ابقى في الكونفدراليه، محدش ضامن مكانه خلاص، ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، ال3 فرق بقوا جامدين. فالاهلي شارك الاهلي ما يشاركش ما يخصنيش، انا بالنسبه لي ما يخصنيش، بالعكس عادي مش فارقه معايا.